انا مش هقعد دكة تاني، كفاية اللي قعدته لمدة سنة ونص وانا قاعد دكة. حتى المدرب الجديد لما جه مش بيديني فرصة، يا دوبك بينزلني 10 دقايق ويقول لي انت ما قدمتش حاجة وما عملتش اللي عليك. طب جربني شوط كامل، نزلني اساسي في ماتش وبعد كده احكم عليا. وعموما انا جاي لي كمان عرض من نادي جماهيري، فانا كده كده ماشي. قبل ما اقول لك مين اللاعب دوت ورد كابتن سيد عبد الحفيظ، عايزك تصلي على النبي وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب. اللاعب دوت صاحب القضيه مجدي قفشه. مجدي قفشه زهق واتخنق من قعده الدكه، قال لك انا بقالي سنه ونص قاعد دكه، قلت هاخد فرصتي مع المدرب الجديد ومش باخد حاجه. اكلم كابتن سيد عبد الحفيظ قال له انا كده كده عايز امشي وده قرار نهائي. انا جاي لي عروض من ليبيا والامارات، طبعا هو مش جاي له عروض من السعوديه وقطر لان هو ما بيلعبش فمستواه قل، حتى العروض اللي جايه له مش قويه قوي. بس جاي له عرض من نادي جماهيري، هو نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد عايز يدعم صفوفه بلاعب زي قفشه عنده خبره. اكتب لي في الكومنتات هل قفشه يستحق يقعد ولا يمشي، وبس كده.